جحا في بلاد الشام من حواديت زمان. وما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس وتعمل لايك وتعمل شير، وكمان تشرفنا باشتراكك في قناتنا التانية حكاية زمان. الرابط موجود تحت الفيديو. تبدأ الحكاية. كان يا مكان يا سادة يا كرام، ولا يحلى الحديث والكلام إلا بذكر الله، وحد الله لا إله إلا الله، ثم ذكر حضرة النبي عليه الصلاة والسلام. صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. كان في واحد اسمه جحا. جحا كان عنده قطة في البيت. جحا كل ما يجي ياكل سمك، القطة تنط على السمكة وتاخدها وتقعد تاكل فيها. كل ما جحا يجي علشان ياكل، القطة تقعد تنونو. جحا مش عارف ينام ولا عارف ياكل ولا عارف يقعد. جحا أخد القطة ورماها في الشارع. بيبص لقى القطة ترجع تاني وتدخل البيت. راح جحا ورمى القطة عند الجامع. روح جحا على البيت، بيبص لقى القطة موجودة في البيت. قال وبعدين بقى. أخد جحا القطة وراح بعيد للسوق، ورمى القطة في وسط السوق ورجع تاني. أول ما جحا وصل بيته، بيبص لقى القطة موجودة عنده في البيت. اتغاظ جحا جدا جدا. أخد القطة وقال أنا لازم أرميها بعيد جدا جدا. فضل ماشي ماشي جحا للقرية اللي جنبه، وراح رمى القطة في القرية اللي جنبه ورجع تاني على قريته. جحا أول ما رجع على قريته لقى القطة روحت وسبقته على البيت. اتغاظ جدا جدا. قال القط ده أنا لازم أخدها وارميها في الصحراء البعيدة خالص خالص. جحا أخد حماره وأخد القطة في شوال وخد بعضه ومشى. فضل ماشي ماشي لغاية ما وصل للصحراء. فضل جحا يدخل الصحراء يدخل الصحراء. دخل جحا بعيد جدا جدا، وبعدين جحا بقى مش عارف أصلا السكة منين. جحا قال وبكده القط مش هيعرف يرجع تاني البيت. جحا فتح الشوال للقطة وسابها في الصحراء. القطة أخدت بعضها وطلعت تجري وروحت على البيت بتاع جحا. أما جحا يا عيني بقى مش عارف الطريق. جحا قال وبعدين الطريق فين؟ فضل جحا يبص يمين وشمال، لقى الرمال حواليه من كل مكان. جحا مش عارف يروح. جحا يا عيني فضل ماشي بالحمار علشان يلاقي أي مكان، أي حتة فيها مية أو فيها أكل أو أي حاجة. مفيش خالص. جحا من كتر الشمس والحر والرمال، جحا أغمى عليه في الصحراء. كان في قافلة معدية، قافلة تجارية رايحة تتاجر في بلاد الشام. شافت جحا واقع على الأرض ومغمى عليه، وجنبه الحمار تعبان وهيموت. بسرعة القافلة طلعوا يجروا على جحا وعلى حماره، وبدأوا يطلعوا قربة مية وشربوا جحا وهو مغمى عليه شربة مية، وشربوا الحمار بتاعه. صاحب القافلة قال للناس الراجل ده شكله تايه يا عيني، تعالوا نكسبوا فيه ثواب ونحاولوا نفوقوه. حاولوا يفوقوا جحا. جحا مش راضي يفوق. الراجل صاحب القافلة قال أنا أقترح إن احنا ناخد معانا الراجل ده إلى بلاد الشام، لأننا لو سبناهم هنا الاتنين هيموتوا من الجوع ومن العطش. وفعلا أخدوا جحا والحمار بتاعه وفضلوا ماشيين ماشيين لغاية ما وصلوا إلى بلاد الشام. الراجل صاحب القافلة أخد جحا عنده في البيت، وفضل يعتني بجحا ويأكله ويشربه لغاية ما جحا استرد العافية بتاعته. جحا شكر الراجل شكر كبير جدا جدا. الراجل سأل جحا قال له انت بلدك منين وانت اسمك ايه؟ جحا يا عيني من الصدمة ماهوش فاكر حاجة. قال له انا مش فاكر اسم القرية بتاعتنا، بس انا فاكر ان القرية دي فيها مراتي. قال له يعني فين بلدك يا جحا؟ قال له بلدي اللي فيها مراتي. قال له طيب اسمك ايه؟ جحا قال له انا اسمي جحجوح ابو الجحاجيح، مش فاكر. رد عليه وقال له خلاص لغاية ما تفتكر اسمك ولغاية ما تفتكر انت منين علشان نروحك ان شاء الله بالسلامة، انا هقول لك يا ابو الجحاجيح. جحا قال له اتفقنا. قال له طيب انت كنت بتشتغل ايه؟ قال له مش فاكر. جحا يا عيني ماهوش فاكر حاجة خالص من الصدمة اللي خدها من الشمس. قال له طيب لغاية ما ربنا يمن عليك بالشفاء تيجي تشتغل عندي. قال له أنا موافق، أشتغل عندك إيه؟
رد وقال له أنا زي ما أنت شايف، أنا راجل صاحب قافلة تجارية، بروح بلاد الشام أتاجر، أبيع وأشتري بضايع من بلاد الشام وأروح أبيعها في بلاد اليمن، وبعدين آخد من بلاد اليمن وأروح أبيع في بلاد الشام، وعندي دكاكين ومحلات كتيرة في بلاد اليمن وفي بلاد الشام. جحا قال له خلاص أنا هشتغل معاك. الراجل شغل جحا عنده في الدكان. قال له يا جحا، يا أبو الجحاجيح، بتعرف تبيع؟ قال له لا، مش بعرف أبيع ولا بعرف أشتري. قال له خلاص، أنت هتشتغل معايا، هتقضي لي طلبات، أي طلب أطلبه منك هتروح تعمله. جحا قال له موافق. وبعدين وقف كده صاحب القافلة وصاحب المحلات التجارية وقال له يا أبو الجحاجيح. قال له أمرك يا سيدي. قال له شايف القربة دي؟ قال له أيوة. قال له روح بالقربة دي على شط البحر واغسل القربة دي، بس إيه، اغسلها كويس يا أبو الجحاجيح. قال له حاضر يا سيدي، أنا هغسلها كويس جدا. القربة كان لونها أسود. أخد جحا القربة وطلع على شط البحر. جحا قعد يغسل القربة. جحا مفكر ان السواد اللي في القربة ده مش لون، مفكر ان القربة كده وسخة، ومعنى ان هي تنضف يعني هيبقى لونها ابيض. جحا قعد يغسل القربة، يغسل في القربة، والقربة لونها اسود زي ما هي. جحا قال وبعدين بقى، القربة دي مش عايزة تنضف ليه؟ المفروض دلوقتي تكون نظيفة ويكون لونها ابيض. جحا كان فاهم غلط خالص خالص. فضل يا عيني جحا من أول النهار لغاية العصر كل ده عمال بيغسل في القربة. وبعدين جحا ما هوش عارف، طب أروح للراجل صاحب القافلة ولا أعمل إيه؟ ده كده ممكن يطردني لو شاف القربة لونها أسود زي ما هي، هيقول لي أنت كده ما نضفتهاش. جحا فضل واقف يغسل في القربة. جحا بيبص من بعيد جدا جدا، لقى سفينة كبيرة معدية في البحر. جحا فضل يشاور للسفينة ويقول يا ريس يا ريس، ويشاور ويرفع ايده الاتنين يا ريس يا ريس، تعالى هنا يا ريس. الراجل صاحب السفينة بيبص من بعيد، شاف جحا وهو عمال بيشاور بإيديه وعمال بيتنطط وعمال بينادي. الناس اللي معاه في القافلة قالوا الراجل ده ماله عمال يشاور لنا ليه؟ صاحب السفينة قال أكيد أكيد تلاقي الراجل ده تايه من أهله ولا حاجة، ويمكن عايزنا ناخده معاه في السفينة. قالوا له بس احنا مستعجلين وعايزين نمشي علشان المغرب ما يجيش علينا. رد وقال الراجل ده يا عيني شكله مضطر ان هو يجي هنا ومش عارف يروح، تعالوا نكسبه فيه ثواب وناخده معانا. قالوا خلاص ماشي. فضلوا يا عيني ماشيين بالسفينة وجحا كان على مرمى البصر. فضلوا ماشيين ماشيين لغاية ما وصلوا لجحا. صاحب السفينة نزل من السفينة على الشاطئ وقال له انت كنت بتشاور لنا، خير في حاجة؟ رد وقال له انا عايز اسألك سؤال واحد بس. قال له سؤال ايه؟ قال له بص كده القربة دي، القربة دي كده نظيفة ولا مش نظيفة؟ اتغاظ منه جدا جدا صاحب السفينة وقال له ايه ده، انت مناديني علشان تسألني القربة نظيفة ولا مش نظيفة؟ قال له ايوه. قال له انا كنت مفكرك اللي انت تايه وعايز ترجع بلدك وعايز تركب معانا السفينة. رد جحا وقال له لا لا لا، انا مش فاكر اصلا بلدي فين، لكن انا دلوقتي شغال عند واحد صاحب دكان وبعتني عشان اغسل القربة، وانا من اول النهار لغاية دلوقتي العصر اهو وانا عمال اغسل فيها، وهي اللون بتاعها مش عايز يطلع خالص ومش عايزة تبيض. صاحب السفينة قال له طب استنى انا هقول لك اذا كانت نظيفة ولا لا. نط صاحب السفينة جوه السفينة وراح جاب عصاية ونزل على جحا وقعد يضرب جحا بالعصاية. جحا قال له بتضربني ليه بتضربني ليه؟ قال له انت بتشاور لي علشان تسألني القربة نظيفة ولا مش نظيفة؟ وقعد يضرب جحا واتغاظ جدا جدا من جحا. جحا قال له طيب خلاص طب خلاص طب انا المفروض اعمل ايه؟ قال له انت المفروض تلاقي السفينة معدية تقول يا رب السفينة تجري بسرعة علشان توصل قبل المغرب، يا رب السفينة تجري بسرعة، المفروض تدعي بكده. جحا قعد يقول خلاص يا رب السفينة تجري بسرعة، يا رب تجري بسرعة، يا رب تجري بسرعة. قال له
ادعي كمان للناس اللي فوق السفينة. قال يا رب يجروا بسرعة، يا رب يجروا بسرعة. قال له خليك بقى على كده، اقعد ادعي لغاية السفينة ما توصل. قال له خلاص هدعي لكم. فضل جحا على شط البحر وهو يقول للراجل علشان يسيبه يا رب يجروا بسرعة، يا رب يجروا بسرعة. فضل السفينة تجري وجحا يقول يا رب يجروا بسرعة. جحا مش عارف القربة كده اتغسلت ولا لأ. قربة المية جحا خدها وفضل ماشي بيها. بيبص جحا، لا، وهو طبعا جحا ماشي عمال يقول يا رب يجروا بسرعة، يا رب يجروا بسرعة، يا رب يجروا بسرعة. وهو ماشي بيبص لقى واحد بيصطاد أرانب، ماسك سهام وأقواس وبيصطاد بالقوس بالسهام الأرانب. كان في أرنبين وجحا واقف يدعي يقول يا رب يجروا بسرعة، يا رب يجروا بسرعة. الراجل اللي بيصطاد كان الأرنبين واقفين. الراجل لسه هيصطاد أرنب من الأرنبين. جحا قاعد يقول يا رب يجروا بسرعة، يا رب يجروا بسرعة. الراجل اتغاظ من جحا، بص كده لجحا لقاه بيقول يا رب يجروا بسرعة. الراجل ضرب بالسهم، الأرنبين طلعوا يجروا بسرعة. الراجل اتغاظ جدا جدا من جحا، فكر ان جحا بيقول يا رب يجروا بسرعة على الارانب. اتغاظ جدا جدا وراح لجحا ومسك عصاية فرع شجرة وقعد يضرب جحا. قال له انت بتقول يا رب يجروا بسرعة، يا رب يجروا بسرعة، والله ما انا سايبك. جحا قال والله انا مش قصدي على الارانب، انا بقول يا رب يجروا بسرعة اصحاب السفينة، يا رب يجروا بسرعة، مش انت خالص. قال له لا، ده انت والارانب عليا، انت جاي ضدي. رد جحا وقال له ابدا والله انا مش ضدك. الراجل قعد يضرب جحا وقال له لا لا لا، انت قلت يا رب يجروا بسرعة وربنا استجاب لدعائك وجروا بسرعة، انت ضدي. رد عليه وقال له طب المفروض اللي انا كنت ادعي اقول ايه؟ قال له المفروض كنت تقول يا رب يموتوا، السهم يجي فيهم ويموتوا. جحا قال خلاص يا رب يموتوا، يا رب يموتوا. فضل الراجل يضرب جحا، يضرب جحا. جحا يا عيني ماشي وهو يا عيني جسمه بيوجعه خالص خالص ومعاه القربة بتاعة المية. قال له انا والله هقول لك على حكايتي. الراجل صاحب الدكان اداني القربة اغسلها في البحر. القربة كده نظيفة ولا مش نظيفة؟ هل هي بتبيض ولا هي لونها كده وبتفضل على حالها؟ انا خايف اروح للراجل ويشوفها كده لونها اسود يقول لي لا كده مش نظيفة. قال له بص انت دلوقتي ما تتكلمش خالص، انت تقول يا رب يموتوا انا هطلع اصطاد تاني، وانت تقول يا رب يموتوا علشان ربنا يستجاب دعائك واصطاد الارانب. قال له حاضر. الراجل طلع يجري ورا الارانب عشان يصطادها وجحا فضل يقول يا رب يموتوا، يا رب يموتوا، يا رب يموتوا، واخد بعضه ومشى. فضل جحا ماشي ماشي في بلاد الشام. وهو ماشي لقى اتنين بيتعاركوا مع بعض خناقة كبيرة جدا جدا. وجحا قعد يقول يا رب يموتوا، يا رب يموتوا، يا رب يموتوا، يا رب يموتوا. الاتنين اللي بيتعاركوا سمعوا جحا وهو بيقول يا رب يموتوا، يا رب يموتوا. فكروا ان جحا بيدعي عليهم هما الاتنين انهم يضربوا بعض ويموتوا بعض. جحا وهو بيقول يا رب يموتوا، الاتنين اللي كانوا بيتخانقوا مع بعض سابوا بعض خالص وطلعوا يجروا على جحا وقالوا له ايه يا راجل انت بتقول ايه؟ انت بتقول يا رب يموتوا، بتدعي علينا علشان نموت. وفضلوا الاتنين يضربوا في جحا. وجحا يقول يا جماعة والله مش قصدي انتم، انا قصدي على الارانب، الارانب اللي الراجل بيصطادها، يا رب يموتوا بالسهم اللي الراجل هيضربهم بيه. لكن هم مش مصدقينه. قالوا لا، انت كنت بتدعي علينا واول ما شفتنا بنضرب بعض قلت يا رب يموتوا. قال طب خلاص المفروض كنت انا اقول ايه؟ ردوا الاتنين وقالوا المفروض واحنا ماسكين في بعض وبنضرب بعض تقول يا رب يسيبوا بعض، يا رب يسيبوا بعض. رد جحا وقال خلاص يا رب يسيبوا بعض، يا رب يسيبوا بعض، يا رب يسيبوا بعض. الاتنين سابوا جحا. جحا اخد بعضه ومشى وهو بيقول يا رب يسيبوا بعض، يا رب يسيبوا بعض، يا رب يسيبوا بعض. جحا فضل ماشي ماشي. كان في فرح في بلاد الشام والعريس والعروسة قاعدين في الكوشة وهم قاعدين مع بعض والناس بتحتفل بيهم. وجحا ماشي في وسط الفرح وهو جعان، كان في أكل في الفرح. جحا دخل علشان ياكل، لكن جحا وهو داخل كان بيقول يا ربي يا رب يسيبوا بعض، يا رب يسيبوا بعض، يا رب يسيبوا بعض.
الناس سمعت جحا والعريس سمع جحا بيقول يا رب يسيبوا بعض، فكر ان هو بيدعي عليه هو وعروسته انهم يتطلقوا يا رب يسيبوا بعض. نزل العريس وفضل يضرب في جحا، واللي في الفرح فضلوا يضربوا جحا. جحا قال لهم والله في ايه بتضربوني ليه؟ قالوا له انت عمال تدعي على العريس والعروسة وتقول يا رب يسيبوا بعض. رد جحا وقال والله مش قصدي، انا مش بدع عليهم خالص، ده في اتنين بيتعاركوا بره، انا بقول يا رب يسيبوا بعض يعني ما يكملوش خناقة. فضلوا يضربوا في جحا يضربوا في جحا. جحا من كتر الضرب عمل نفسه اغمى عليه ورمى نفسه على الارض. الناس فوقت جحا. جحا لما فاق قال لهم يا جماعة انا مش قصدي يسيبوا بعض يعني يتطلقوا، انا كان قصدي الاتنين اللي بيتخانقوا. ردوا عليه العريس وقال له بص بقى، المفروض كنت انت تقول يا رب يضحكوا، احنا في فرح. رد جحا وقال خلاص يا رب يضحكوا، انا هدعي لكم كلكم يا رب يضحكوا يا رب يضحكوا يا رب يضحكوا. سابوا جحا. جحا فضل بعض خد بعضه ومشى. جحا ماشي وهو جعان ما اكلش في الفرح. جحا وهو ماشي لقى ميتم. ناس عماله حريم بتصوت، ولقى اكل وصواني محطوطه علشان ياكلوا في الميت. وبعدين جحا دخل كده وعايز ياكل. جحا قعد يدعي ويقول يا رب يا رب يضحكوا يا رب يضحكوا. جحا وهو عمال يقول يا رب يضحكوا بصوت عالي، والحريم عمالة تصوت والرجالة قاعدين زعلانين، وجحا يقول يا رب يضحكوا يا رب يضحكوا يا رب يضحكوا يا رب يضحكوا. ودخل جحا على العزا. أول ما سمعوه بيقولوا يا رب يضحكوا بصوا لجحا وكانوا بيعيطوا، وجحا يقول يا رب يضحكوا. جم جايبين العصيان وفضلوا نازلين ضرب على جحا ضرب على جحا. جحا يا عيني خد ضرب كتير جدا جدا. جحا قعد يعيط وخد بعضه ومشى. طلع يجري جحا واهل العزا يجروا وراه. جحا استطاع ان هو يهرب منهم. قرب جحا على الدكان اللي بيشتغل فيها، وراح جحا على صاحب الدكان. صاحب الدكان أول ما لمح جحا من بعيد راح بسرعة وجاب عصاية وقال أنا لازم أضربه، رجع لي المغرب. جحا كان طالع من أول النهار، رجع لصاحب الدكان المغرب. راح جحا لصاحب الدكان لقى صاحب الدكان ماسك عصاية. جحا قال انا اتكلمت وكل ما بتكلم بنضرب، هو افضل حاجة الصمت السكوت، لما حد يكلمني انا هسكت. فضل واقف وقال الراجل قعد يفكر كده شيخ التجار وقال يمكن حصلت له مصيبة ولا ظروف ولا حاجة، ولا يمكن اتقبض عليه من جنود السلطان، اسأله الاول علشان مظلموش. اول ما جحا وصل وفي ايده القربة رد وقال له اتأخرت كده ليه؟ انت من الصبح وانت هناك راجع لي المغرب. جحا ما ردش عليه. قال له انا بكلمك رد عليا، انت كنت فين؟ جحا ما ردش عليه. جحا خايف يتكلم فينضرب زي المرات اللي فاتت. فضل يقول له قول لي يا ابو الجحاجيح انت كنت فين؟ ابدا مفيش فايدة. الراجل اتغاظ جدا جدا، جه ماسك القربة بتاعة المية قال له هات القربة دي كده انت مالكش شغل عندي، ومسك قربة المية وضرب بيها جحا على راسه. جحا اول ما انضرب على راسه وقع على الارض. الراجل فضل يفوق جحا. قام جحا من النوم وقال انا افتكرت كل حاجة، انا افتكرت كل حاجة، انا اسمي جحا، انا اخدت القطة علشان ارميها في الصحراء وبعدين معرفش ايه اللي حصل لي ولسه قايم دلوقتي. رد وقال له طب انت كنت فين يا جحا طول النهار؟ رد وقال مش فاكر، انا اي اخر حاجة فاكرها اللي انا كنت في الصحراء بس ونمت وصحيت دلوقتي. قال له طيب خلاص يا جحا، مدام كده يلا روح وارجع لبلدك تاني. جحا قال له طيب انا دلوقتي كنت انا ايه اللي جابني هنا؟ فالراجل حكاله قال له انا اديتك القربة يا جحا علشان تغسلها ورحت البحر ورجعت لي اخر النهار يا جحا. جحا قال الله يبقى انا كده كنت بشتغل عندك. قال له ده النهارده اول يوم ليك يا جحا. قال له واتفقت معاك على ايه في الاجره؟ رد وقال له احنا اتفقنا ان اليوم بدينار واحد يا جحا. رد جحا وقال له خلاص اديني دينار اروح اجيب بيه اكل. الراجل قال له لا يا جحا مالكش عندي دنانير،
انت خدت القربة علشان تغسلها، قعدت طول النهار معرفش رحت فين. لا لا لا، مالكش عندي لا شغل ولا ليك عندي فلوس، امشي اطلع بره. جحا قال له بس انا اشتغلت، وانا دلوقتي انت قلت من الصبح للمغرب، انا ماليش دعوة، انا عايز الدينار بتاعي. الراجل شيخ التجار مرضاش يدي لجحا الدينار. جحا قال له طيب ماشي حاضر. جحا اخد بعضه ومشى، وقرر ان هو لازم يرجع الدينار بتاعه. جحا فكر في حيلة. جحا راح على ارض فيها بوص، البوص طالع عند الترع. خد بوصة وخد خيط وربط الخيط في البوصة، وقعد جحا عند الجبل، قعد على حتة كده من الجبل من تحت، وقعد جحا كأنه بيصطاد. الناس بدأت تشوف جحا، ايه ده بيصطاد؟ ايه ده؟ المفروض يروح يصطاد في البر، بيصطاد في البحر، لكن ايه اللي مقعده هنا يصطاد في البر؟ هو حد بيصطاد من الارض؟ وبيصطاد ايه؟ كان في واحد معدي، الراجل ده كان فضولي، كان حشري، راح لجحا وقال له انت بتعمل ايه؟ راح رد جحا وقال له بصطاد زي ما انت شايف. قال له هو الصيد يكون من البر؟ الصيد بيكون من البحر. جحا قال له بقول لك ايه، انت ما تعرفش انا بصطاد ايه؟ الراجل قال له انت بتصطاد ايه؟ قال له لا لا، مش هقول لك انا بصطاد ايه. الراجل قال له لا، انا لازم اعرف انت بتصطاد ايه. جحا قال له لو انت عايز تعرف انا بصطاد ايه هات درهم. الراجل قال له خلاص انا هديك درهم بس تقول لي بتصطاد ايه. الراجل طلع درهم اداه لجحا، قال له قول لي بقى بتصطاد ايه. رد عليه جحا وقال له انت رابع واحد اصطاده النهارده، وانا قاعد كده ويجي يسالني اقول له هات درهم يديني درهم وخلاص. الراجل قعد يضحك، قال له اه يعني انت بتصطاد البني ادمين يا جحا؟ قال له ايوه، بصطاد اي واحد فضولي حشري يتدخل في اللي ملوش فيه، يجي ويقعد يزن عليا ويسالني واخد منه درهم. انا دلوقتي معايا 4 دراهم. جحا قعد يعمل الحركة ديت، وجحا جمع شوية دراهم صغيرين. أخد جحا الدراهم وشالهم في جيبه، ورجع تاني إلى الراجل صاحب القافلة التجارية. رجع له الدكان، بص له وقال له إيه اللي جابك تاني يا جحا؟ رد جحا وقال له عايز منك درهم. رد وقال له درهم؟ أنا ما بديش لحد دراهم يا جحا. رد جحا وقال له هو أنا جاي أشحت منك؟ أنا مش عايز الدرهم علشان أشحت. قال له امال انت عايز الدرهم ليه؟ قال له انا قابلت واحد ساحر وعلمني حركة كده، انا ممكن اخلي الفلوس تكتر، هات درهم وانا هحوله لدرهمين. قال له وريني بس الدرهم، انا مش هاخده. الراجل شيخ التجار طلع درهم اداله جحا. جحا اخد الدرهم وطلع من غير الراجل ما يحس درهم تاني من جيبه وحطه في ايد جحا، وجحا قعد يلف ايده في الهوا وفتح ايديه، الدرهم بقى درهمين. قال له شفت بقى، الدرهم بقى درهمين، انت درهم وانا درهم. وبعدين جحا مشى شوية ورجع تاني، قال له استنى استنى، ده انا لسه عايز فلوس كتير. هات الدرهم اللي معاك تاني والدرهم اللي معايا ويبقوا درهمين. قعد جحا يلفهم في الهوا، هوب خلاهم 4 دنانير. قال له الدينار بتاعك اللي انت اديتهولي اهو، وعليه دينار تاني، يبقى انت درهمين وانا درهمين. وبعدين جحا قال له ايه رأيك؟ الراجل بقى مبسوط، الراجل دفع لجحا درهم بقوا درهمين. جحا قال له طيب هات الدرهمين اللي معاك على الدرهمين اللي معايا هيبقى 4، والأربعة هيبقوا 8 دراهم. وفعلا خدهم جحا وبدأ يطلع من جيبه من غير الراجل ما يحس، ويحط على ال4 دراهم 4 كمان، بقوا 8. جحا قال له انت نصيبك 4 وانا نصيبي 4. الراجل طمع وقال له بقول لك ايه يا جحا، هو انت هتفضل كده دراهم بدراهم يا جحا؟ عايزين بقى ندخل على الدنانير، ده الدينار الواحد ب100 درهم. رد جحا وقال له خلاص هات الفلوس دي كلها. خدها حطها في جيبه وقال له طيب خد الدرهم بتاعك الاولاني خالص. قال له لا، انا ليا يا جحا في الدراهم ديت. رد وقال له حاضر هديك، ما خلي يعني خلي تفكيرك ابعد من كده، احنا دلوقتي هنشتغل في الدنانير، ايه يعني دراهم؟ لا، هات دينار وهقسمه 2، والاتنين هيبقوا 4، والأربعة هيبقوا 8، والتمانية 16، والستاشر هيبقوا 32، وهكذا وهكذا، وهيبقى معاك دنانير كتير. الراجل طمع وقال له خلاص انا موافق يا جحا. جحا قال له طيب يلا هات دينار.
الراجل دخل جوه وجاب لجحا دينار. جحا اخد الدينار وبص للراجل وقال له الدينار ده الأجرة بتاعتي، الأجرة اللي أنا اشتغلت بيها هنا. وطلع يجري. الراجل طلع يجري ورا جحا وجحا يجري. طلع يجري جحا وقال له خلاص أنا اشتغلت عندك يوم، أنا كده خدت حقي. الراجل معرفش يحصل جحا. جحا لما جرى افتكر حاجة جحا كان ناسيها. يا خبر، ده أنا نسيت خالص خالص. جحا كان ناسي الحمار بتاعه. جحا قال أيوة صحيح، ده الراجل ده أنا كنت قاعد في بيته، والراجل ده أنا كان معايا الحمار. أكيد الراجل ده معاه الحمار بتاعي. لا، أنا هرجع له بقى وارجع له الدينار تاني وأروح آخد الحمار. راح للراجل وقال له دلوقتي انا عايز الحمار بتاعي. الراجل قال له انت يا جحا بتسرقني؟ انت تضحك عليا وتاخد الدينار مني؟ رد جحا وقال له بس الدينار ده مش سرقة، الدينار ده حقي، انا اخدت حقي منك. رد وقال له لا يا جحا، حقك لما تشتغل يا جحا، لكن انت ما اشتغلتش، انت خرجت من اول النهار وما رجعتليش الا اخر النهار. جحا قال له خلاص خلاص، خد ادي الدينار بتاعك اللي انا كنت عايز اروح بيه، هات لي الحمار بتاعي. هاخد الحمار وابيعه وبتمنه اروح. الراجل قال له تعالى يا جحا، خد الحمار بتاعك يا جحا، انا مش بقبل اني اظلم حد. راح الراجل واعطى لجحا الحمار وقال له يا جحا علشان خاطرك يا جحا انا عامل سمك، استنى يا جحا اجيب لك سمكايه يا جحا. طلع وجاب لجحا سمكة مشوية. جحا أخد السمكة في إيده وركب على الحمار وفضل ماشي. كان في واحد حرامي شاف جحا وهو راكب على الحمار. الحرامي طمع في الحمار بتاع جحا. راح لجحا وقال له يا عم يا عم يا عم. بص له جحا وقال له ايوه عايز ايه؟ قال له تبيع لي الحمار بتاعك. جحا قال له ايوه انا فعلا عايز ابيع الحمار بتاعي. تشتريه؟ قال له ايوه عايز اشتريه. بكام الحمار؟ جحا قال له انا معرفش هنا الاسعار ايه. رد الراجل وقال له الحمار عندنا بيساوي 50 دينار، ايه رأيك تاخد 50 دينار وتديني الحمار؟ جحا قال له موافق. الراجل قال له بس في حاجة، أنا لازم الأول أجرب الحمار، لازم أجربه أشوف هل هو مريح في الركوب ولا بيمشي ببطء ولا بيمشي إزاي، هشوف نفسي مرتاح عليه ولا لأ. جحا قال له أيوة خلاص اتفضل يلا جرب الحمار. نزل جحا من على الحمار والحرامي ركب على الحمار. الحرامي قال للجحا أنا شايف في إيدك سمكة، اقعد انت كل السمكة بتاعتك في الظل هنا على جنب، وانا همشي شوية كده بالحمار اخد لي لفة وارجع لك تاني. جحا قال له خلاص ماشي براحتك. قعد جحا على جنب ياكل السمكة بتاعته، والحرامي اخد بعضه ومشى بالحمار، مشى خالص خالص. فضل يا عيني جحا قاعد مستني الراجل يجيب له الحمار. ابدا، جحا قعد مستني طول الليل. النهار طلع على جحا والحمار بتاعه ما جاش والراجل ما جاش. جحا قال وبعدين بقى؟ جحا كان قاعد قدام دكان من الدكاكين. الراجل راح علشان يفتح الدكان لقى جحا قاعد. فكر ان جحا مستني حد وهيمشي على طول، لكن جحا طول خالص. صاحب الدكان قال له يا راجل انت واقف ليه هنا؟ رد جحا وقال له في واحد اخذ الحمار علشان يجربه علشان يشتريه، وقال لي هاخد لفه واجيلك، وطول الليل ما جاش وانا مستنيه. رد وقال له يا راجل ده يبقى اكيد حرامي ونصاب وضحك عليك واخد منك حمارك. رد جحا وقال له لا لا لا، ما اعتقدش ان هو حرامي واخد مني الحمار، لو كان حرامي كان اخد مني السمكة كمان، لكن ما اخدش مني السمكة. رد عليه وقال له يا راجل امشي من هنا. جحا مشى وهو زعلان وراح للراجل التاجر اللي كان بيشتغل عنده وقال له في واحد حرامي سرق مني الحمار. الراجل قال له بص بقى يا جحا يا ابو الجحاجيح، انا ماليش دعوة، انا سلمتك الحمار وانت اللي ضيعت الحمار. جحا يا عيني فضل يلف في السوق. جحا كان جعان. بيبص جحا بالليل لقى الحرامي راكب على الحمار بتاعه. جحا قال انا لو رحت مسكت الحرامي هيقول ان الحمار بتاعه، الناس شايفة الحرامي راكب على الحمار وما تعرفش ان ده حرامي، وبكده الناس هتضربني انا والراجل هياخد حماره ويمشي.
طب وبعدين اعمل ايه دلوقتي؟ جحا فضل يفكر كتير جدا جدا. جحا قال احسن حل امشي ورا الحرامي اعرف بيته، وبعدين اشوف الحمار فين وادخل اخد الحمار بتاعي. فضل جحا ماشي ورا الحمار. جحا فضل ماشي ورا الحرامي. الحرامي دخل البيت وربط الحمار قدام البيت، ودخل الحرامي والدنيا كانت ضلمة جدا جدا جوه. كان عندهم شمعة والشمعة كانت خلصانة. الحرامي قاعد مع واحد حرامي زميله. الراجل الحرامي قعد يتكلم ويقول ها عملت ايه، وسمعهم جحا وهم بيتكلموا كل واحد بيحكي هو سرق ايه. جحا قال ادخل واخد الحمار، بس انا لو خدت الحمار ممكن يحسوا بيا. جحا شم ريحة اكل ولقاهم بيتكلموا ان الاكل اهو، يلا اتفضل مد ايدك. الحرامي قال الدنيا ضلمة كده ليه، هو مفيش شمعة؟ رد وقال له لا، الشمعة خلصت والدكاكين كلها قافلة، الصبح بقى نبقى نشتري شمعة. قعدوا الاتنين ياكلوا وجحا جعان. جحا قال انا ميت من الجوع، انا قبل ما اخد الحمار انا ممكن لو خدت الحمار اقع من طولي من كتر الجوع. انا احسن حل ادخل اكل معاهم والدنيا ضلمة مش هيحسوا بيا. دخل جحا وسط الاتنين الحرامية وقعد جحا ومد ايديه وفضل ياكل معاهم من الاكل اللي هم حاطينه. وبعدين واحد الحرامي حس كده بإيد جحا، فكر إن الإيد دي غريبة، جه ماسك إيد جحا ومسك إيد جحا كده علشان يعرف دي إيد مين. جحا بسرعة جه ماسك إيد الحرامي التاني واتك على إيد الحرامي التاني جامد. الحرامي التاني قال له إيه يا عم أنت ماسك إيدي كده ليه؟ ما تسيب إيدي. قال له معلش معلش افتكرتها إيد واحد غريب. وقعدوا ياكلوا. جحا قعد يضحك في سره من غير صوت وقال يا سلام عليك يا واد يا ذكي يا جحا يا ابو الجحاجيح. جحا قعد ياكل ياكل، وهو بياكل الحرامي التاني حس بايد جحا، حس كانها ايد غريبه. جه ماسك الحرامي التاني ايد جحا. جحا جه ماسك ايد الحرامي الاولاني واتك على ايد الحرامي الاولاني تاني. الحرامي الاولاني بص للتاني كده في الضلمه وقال له ايه يا عم انت ماسك ايدي كده ليه، سيب ايدي. قال له معلش افتكرتها ايد واحد غريب. اكل جحا، وبعد ما اكل قام جحا واتسحب وراح فك الحمار واخد حماره واخد بعضه ومشى. فضل جحا ماشي ماشي لغايه ما وصل للسوق. راح السوق جحا وباع الحمار بتاعه. جحا أخد فلوس الحمار وراح أجر قافلة، وفضل ماشي ماشي جحا بالقافلة لغاية ما وصلوه لبيته. أول ما جحا وصل قريته حمد الله سبحانه وتعالى، ولما حمد ربنا ورجع بيته ودخل داره بيبص لقى القطة قاعدة مستنية جحا. جحا بص للقطة وقال لها انت كنت السبب في كل اللي انا فيه، هو ده ذنبك، انت ملكيش ذنب غير انك جعانة وعايزة تاكلي وخلاص، خلاص من هنا ورايح انا هسيبك تشاركيني في الطعام. وعاش بعدها جحا حياة سعيدة. وتوتة توتة فرغت الحدوت. لو عجبتك دوس لايك، قول لنا رأيك في التعليقات، وما تنساش تشرفنا باشتراكك في قناتنا التانية حكايات زمان. سلام عليكم.